اهلا اهلا وسهلا الكبيدات ديالي صحاباتي والميمات الغزالات ديالي، اش كتعاودوا اموركم مزيان؟ شكرا على التشجيعات ديالكم، شكرا على دعمكم ليا. تنتمنىكم تكونوا كاملين بصحه جيده، وفيديو جديد اختي ونهار جديد كله طاقه ايجابيه. كما كتشوفوا في الصوره غادي نحضر معكم اختي الشفنج وبوشيار اختي بعجينه وحده. غادي نحضروا جوج ديال الشهيوات وجوج ديال الاطباق اللي كيحماقوا عليهم الوليدات، وخصوصا اختي الشفنج. شكون هو فينا اللي ما كيبغيوش ليه وليداتو الشفنج؟ مره كنشريو من الزنقه، ما فيها باس اختي نتعلموا ليه ونوليو نحضروه في البيت ديالنا. كما كتشوف في الصوره خديت اختي كيلو ديال الدقيق اللي كيعادل 4 ديال الجبابن كبار ديال الدقيق الابيض الفورس، ما خلطته مع حتى شي حاجه غير بوحديتو. البنات كنضيف ليه اولا وقبل كل شيء غنعطيكم واحد النصيحه بالنسبه للعجانه. دائما ديروا الماء لتحت، يعني واحد نص كاس ديال الماء. دائما الماء يكون في التحت في القاع باش كتعاوني العجانه انها ما كتبلوكاش وما كتمحنش، باني كتكون الدور وكتعجن كتجيها ساهله العجينه ودغيا كدلكها لك. من بعد اختي غادي نضيف معلقه ونص ديال الخميره حبيبات ومعلقه مع مرج ديال الملحه، كتبقى بطبيعه الحال على حساب الذوق. يعني ما كندير لا سنيده لا زيت لا والو، كما كتشوفوا العجينه راها عاديه. صافي البنات، وغنبدا غنضيف الماء بشويه كما كتشوفوا. ضفت داك الماء في الاول وغادي نبدا نضيف في الماء من بعد ما كتشوفوا العجين راها دورت على النمره واحد. يعني النمره واحد هي اللي كنبدا نعجن بها انا في الاول. اي عجينه اختي كنستعمل نمره واحد العجانه ديالك باش تبقى مزيانه. وهذو بعض النصائح اللي نقدمهم لك، ما تجيش تعطيها النمره جوج ولا النمره ثلاثه، لان كما كتعرفوا العجينه كتكون شويه قاصحه في الاول. يعني ما فيها باس تبقى تعجن غير بشويه. وهنا اختي كنضيف الماء بشويه. هنا السر بالسفنج او بوشيار باش تيجيك مزيان العجين ديالو خصو يكون في الاول قاصح، عاد كتبداي تضيفي الماء بشويه. يعني ما تجريش العجين من الاول. كما كتشوفوا في الصوره انا كنكب غير بشويه. يعني هذا العجين هذا في المجموع 4 ديال الكيسان تقريبا ديال الكاس العنبه، وكيبقى بطبيعه الحال هذا القياس اللي قلت لك ما يمكنش انه هو اللي غادي تستعمليه انتي. تقدري تاخدي قل، تقدري تاخدي قل او كثر على حساب الدقيق الا كان كيشرب ولا لا. وهنا كنوريكم بان النمره اللي كندير فيها في الاول هي النمره واحد من بعد ما ضفت داك شويه ديال الماء. كما كتشوفوا العجانه راها كدلك، يعني راه العجانه في هاد الشيوات هادو ضروري لان خاصها تدليك مزيان. يعني العجينه ديال الشفنج او بوشيار كتبغي تدليك وكتبغي الماء تبقاي تزيديه بشويه. يعني اختي الا عندك شي كتاف غير ديري القصريه كتبغي تدليك. وكما كتعرفي الماء الا ضفتيه دفعه واحده راه ما غتحصليش على النتيجه المطلوبه. ضيفي بالطريقه اللي كنشير لك انا في الفيديو. من بعد اختي غادي نمشي للنمره جوج. يعني من بعد ما دلكات ليا شي شويه كنبقى نخدم ما بين نمره واحد والنمره جوج. مره كندير نمره واحد ومره كندير نمره جوج. الدور ديال النمره واحد انها كتبقى تدلك لك غير بشويه. والنمره جوج يعني كتبقى تدلك بسرعه. يعني هذاك الكروشي اللي كتشوفي او هذاك الراس ديال العجانه كيبقى يدور بواحد السرعه. يعني كتحتاج النمره جوج، وبعد مرات كنقدر نديرها حتى النمره ثلاثه. غير هنا ما احتاجيش النمره ثلاثه، بقيت غير ما بين النمره واحد والنمره جوج. كثرت عليكم النمره واحد والنمره جوج. والمهم كنبغي نشرح لكم بالتدقيق الناس اللي عندهم العجانه باش يعرفوا السيستم ديال هاد الخدمه هذه وهاد العجينه اشنو كتبغي. وهنا اختي من بعد ما تعجنات ليا مزيان كما كتشوفوا راه طلبات شي تقريبا شي 10 دقائق وانا كنخدم في هاد العجين بشويه الماء. كما شرط لكم في الاول ما يمكنش تكون العجين مرخوف في الاول، ضروري يكون قاصح وتبقاي تخدمي بهذه الطريقه. كنأكد عليها ضروري اختي تزيدي الماء بشويه. شوفوا العجين كيفاش جايه مطلوقه اختي. انا كنهز يدي الفوق، ديري شويه ديال الزيت في يديك باش ما تلتصقش لك العجين. بهذه الطريقه اختي كنحاول انني نجمع العجين في بلاصه واحده. ومن بعد اختي ما جمعتها ودهنتها شويه ديال الزيت من الفوق، غطيتهم بهاد الاغطيه
شاركتو معكم ديجا، نفعوني بزاف في رمضان. انا شريتهم هادو بواحد الثمن اللي هو رخيص، وكنصحكم بهم، كنغطي بهم كاع العجائن ملي كنبغي نخمرها كيخمروا لي بواحد السرعه وبواحد الطريقه واعره واعره، غينفعوكم بزاف. وبابي سوفيغيزي ما فيها باس نخليوه لاطباق اخرى واغراض اخرى باش ما تيتقاداش لك دغيا، بحكم هو غالي. حاولي اختي تعرفي تقادي امورك في الكوزينه ديالك. هادو كيتغسلوا وكيتنشفوا وكتستعمليهم مره اخرى. المهم غينفعوك بزاف بزاف، غير حاولي انهم يكونوا عندك في الدار. من بعد اختي ما شفتوا العجين فين وصلت في الاختمام، غنديرو يدينا شويه، غندير يديا فيها شويه ديال الزيت وغنخرج اختي هذاك الهواء بهذه الطريقه كما كتشوفوا في الصوره. صافي اختي، من بعد ما خرجت من داك الهواء غادي نديروها على جنب وغنمشيو اختي ناخدو اختي واحد جبانيه ديال الزيت اللي غتكون فيها الزيت اللي غنخدمو به بوشيار، وفي نفس الوقت غناخدو جبانيه غنديرو فيها الماء اللي غادي نخدمو به السفنج. كما كتشوفوا هاد الكميه اللي حضرت نص ديالها غنديرو بوشيار ونص اختي الشفنج. اييه اختي الشفنج شحال هادي ما صايبتو وتشهاوه ديال الوليدات، قلت لهم علاش لا نديرو به الكوتي. كما كتشوفوا في الصوره غادي ناخذ غير شي شويه ديال العجين، يعني غادي نحضر غير بوشيار اللي غيكون صغير او بيبيطات اللي غيكونوا صغار على هذا القياس. وهذا البابي كويسون ضروري اختي غادي يعاونك بحكم العجين مطلوق باش ما تمحنيش اختي في الهزه ديالها، ما تمحنكش الا خدمتي فوق الطاوله ديال العمل او فوق البوطاجي غتمحني اختي. حاولي انك تخدمي بهذه الطريقه جد سهله. بغيتي تكبريهم كبريهم، انا غير بغيت نديرهم هذا القياس هذا، تيعجبوني يكونوا صغار. والزيت في نفس الوقت راني درتها في المقله باش غادي نقلي وغادي نطيب السفنج. من بعد اختي كنرش اختي الزيت ضروري من الفوق وغادي نخليها حتى يبانوا لك واحد الفقاعات وقلبيهم. شوفوا اختي الطريقه انا كنوضحها لكم، ما كنقطع لكم حتى شي مقطع. راه ملي كتهزيها حاولي تجمعيها وحاولي ديريها على شكل دائري، راها كتمشي معاك يعني ما كتمحنكش بحال هكا. وخصوصا هاد الطريقه ديال بابي كويسون راه غادي هاد الطريقه هذه غتسهل عليك اختي الطياب ديال هاد البطيبيطات. كما كتشوفوا في الصوره كيتحمروا وكيتنفخوا تيجيو غزالين البنات، غير جربوهم وحاولوا نتوما ديروا القياس اللي بغيتو بطبيعه الحال. صافي البنات غنستمر على هاد الشكل هذا كنوريكم وكنزيد معكم الثالثه باش تتفهموا اكثر ويكون الفيديو موضح راسو. كما كتشوفوا في الصوره بقات لي هاد الكميه هذه غادي نحضر بها السفنج. والسفنج ضروري اختي غتاخدي واحد الجبانيه فيها الماء وغادي تدوزي عليهم يديك، غادي ديري يدك في الماء بجوج بهذه الطريقه. بحكم هي العجين راها مطلوقه راه غتبدا تلتصق لك وكتجيك شي شويه صعيبه، ولكن ما تخلعيش، غير حاولي واخا ما يجيوك الشكل دائري 100%، ولكن اول مره بطبيعه الحال راه كيكونوا بعد الاخطاء وبعد يعني ما كيجيوك الشكل ديالهم دائري في الاول، ولكن من بعد راه كتولي اي وحده كتصايبيها كتصدق لك الشكل اللي بغيتي. بطبيعه الحال كديريهم في المقله وكتبقاي تكبي عليهم الزيت الشكل اللي وريتك في الفيديو باش تينتفخوا. والعافيه ضروري البنات تكون متوسطه، ما تكونش قليله وما تكونش مجهده. انا غنزيد نوريكم وحده اخرى. شوفوا الطريقه كيفاش كتلتصق ليا العجين، ولكن مع الماء كنشد يديا وكندوزها بالماء ما كتبقاش تلتصق. وها نتوما شوفوا الشكل اللي كنحصلوا عليه، كنديروا واحد الدائره الوسط وكنحطوهم فوق الزيت اللي بطبيعه الحال راه ديجا كنطيبوا فيها. وها هو الشكل عاوتاني كنشارك معكم باش تفهموا اكثر. شوفوا هذيك الاولى راه خرج ليا واحد الجنب ديالها، يعني معليش واخا كتجيك شي وحده ما الشكل ديالها ماشي دائري 100%، ولكن ما فيها بس النتيجه راها كتكون مرضيه، لان الداخل ديال هذا الشفنج هذا راه غادي تحسي براسك كتاكلي واحد الشفنج اللي هو ناشف. صدقوني انا كنشارك معكم دابا الفيديو، كنمونطي الفيديو بالليل تصوري الشفنج لدابا باقي مقرمش وباقي رطب، وراني اللي بقى درتو في الثلاجه حتى الصباح يفطروا به. وهنا اختي من بعد ما كملت بوشيار والشفنج ديالي وطابت الكميه ديالي اللي بغيت بطبيعه الحال، ما كثرتش بوشيار يعني البطبوط اللي حضرت معكم الدراري قالوا لي كثرينا ماما من الشفنج، ما درتش بزاف، كثرت من الشفنج وما كثرتش من هاد البطيبيطات. وإلا هنا اختي الا عجبك الفيديو وعجباتك الطريقه ديال السفنج والطريقه ديال هاد بوشيه اللي كيجي اسفنجي من الداخل لا هو لا السفنج،
كيجيو ناشفين اختي، واخا كديري فيهم بالزيت صدقيني اختي تبعي هاد الطريقه هذه. شوف اختي، شوفي من الداخل هذوك الفقاعات، يعني هذاك العمليه ديال الاختمار كتخلي انه يجي اسفنجي من الداخل ورطب. وانا كنحاول انني نوضح لكم حتى كيفاش كيجي من الداخل. واختي ما تنسينيش واحد لايك اختي الا عجبك الفيديو، بارطاجي مع العائله ومع الناس اللي كتعرفيهم، مع الحباب والعائله في هاد العطله هذه. جربوه بهاد الطريقه هذه، وخليت لكم الراحه والى فيديوهات قادمه بحول الله. والسلام عليكم.